اهلا بيكم في ماكدونالدز. اللي بيزور مطاعمنا من حضراتكم بيقدر ياخد فكره بسيطه عن اللي بيحصل خلف الكواليس او في مناطق الانتاج او المطبخ عندنا، بس في قليلين من حضراتكم بيقدروا يتعرفوا بالتفصيل على معايير سلامه الغذاء وجودته اللي بنطبقها عندنا. المعايير دي احنا بنطبقها طبقا لمعايير محليه ودوليه. عندنا كمان برنامج اسمه برنامج الباب المفتوح. برنامج الباب المفتوح بيتيح لحضراتكم انكم تعملوا معانا جوله مفتوحه في مناطق الانتاج والتخزين والمطابخ عندنا، عشان تقدروا تتعرفوا بالتفصيل على معايير سلامة الغذاء وجودته. وعندنا دورات تدريبية بنقدمها لفرق المديرين والموظفين لدينا. البرامج دي بتضمن أفضل مستوى من التأهيل لضمان أفضل مستوى من النظافة والتعقيم، وطبعا سلامة الغذاء وجودته والخدمة. لما هنعمل الجولة دي بالتفصيل هنقدر نتعرف على كل دوت. بس قبل ما نعمل الجولة وقبل ما ندخل المطبخ في قواعد لازم نلتزم بيها قبل ما نشتغل جوه. القواعد دي بيلتزم بيها جميع العاملين في المطابخ او مناطق الانتاج. يعني مثلا العاملين لازم بيرتدوا الهيرنت او غطاء الراس وهم بيشتغلوا، وطبعا معايير النظافه الشخصيه زي الحلاقه وزي الضوافر، ومعايير الالتزام باليونيفورم او الزي الموحد، واكيد محدش ينفع يلبس مجوهرات او اكسسوارات واحنا بنشتغل. ودلوقتي هندخل مع بعض في الجوله ونتعرف اكتر على تفاصيل معايير سلامه الغذاء وجودته، ونتفرج ونشوف ايه اللي بيحصل. غسيل الايدين هو من اهم واول القواعد اللي بنعملها قبل ما ندخل المطبخ او منطقه الانتاج. عندنا ساعه بترن كل 30 دقيقه علشان كل العاملين في المكان يغسلوا ايديهم لما يسمعوها بترن، وبالشكل دوت كل عامل في المكان بيغسل ايديه تقريبا 16 مره خلال الورديه. غسيل الايدين بيتم في حالات معينه كلما لزم الامر غير ال 30 دقيقه. يعني لو نقلت العمل بتاعي من محطه لمحطه تانية، او تعاملت مع الفلوس، او لمست اي شيء غير تجهيز الطعام وتحضيره، بغسل ايدي لمدة 20 ثانية بمادة معينة بتوقف دورة البكتيريا لمدة محددة عن طريق فرك الكفين وما بين الصوابع والضوافر. احنا لسه في منطقة الانتاج، وبالتحديد في المنطقة الخلفية منها. المنطقة دي مخصصة لتنظيف وتعقيم الادوات والمعدات الصغيرة اللي بتستخدم في تحضير الطعام. زي ما احنا شايفين المنطقة دي فيها حوض ثلاثي. الحوض الاولاني فيه مية مخلوطة بمادة منظفة، بنقع فيها المعدة لمدة معينة عشان تنضف. بعد كده بخرجها وبشطف المعدة في الحوض التاني عشان ازيل منها اي شوائب او عوالق، وبعد كده بخرجها وبنقعها لمدة معينة في الحوض التالت اللي فيه مية مخلوطة بمادة معقمة. وبالطريقة دي بضمن تنظيف وتعقيم المعدات، وبتخرج في الاخر وبتترك لتجف في الهواء في مكان معين عشان تبقى صالحة للاستخدام بعد كده. موظفينا متدربين كويس قوي على تحضير الطعام وعلى تقديم غذاء آمن وعلى اعلى مستوى من الجودة. ومن أهم إجراءات تحضير الطعام في مناطق الإنتاج أو في المطابخ عندنا هو إجراء ارتداء الجوانتيات، طبعا لمنع التلوث. ماكدونالدز ابتكر فكرة لارتداء الجوانتيات، هو إن الجوانتيات عندنا لونين، لون أزرق ولون أبيض أو الشفاف. اللون الأزرق بيتم التعامل به مع المنتجات التي لم يتم تحضيرها أو المنتجات النية. أما اللون الأبيض أو الشفاف فبيتم التعامل به مع المنتجات اللي تم تحضيرها بالفعل، ودوت لغرض منع اختلاط التلوث بين المنتجات النية والمنتجات المطهية أو اللي تم تحضيرها. لحم البرجر البقري عندنا هو لحم صافي 100%، ولما بنحضره على شواية ليها سطحين، سطح علوي وسطح سفلي. الشواية ديت بتشوي لحم البرجر عليها بحيث ان درجة حرارته الداخلية تصل ل 155 درجة فهرنهايت، وده الغرض منه ضمان سلامة الغذاء واكيد ضمان جودته. لحم البرجر عندنا بيبقى من قطعيات ممتازة، ما بيدخلش عليه اي اضافات او اي حشو او اي حاجه خالص. كل اللي بنضيفه عليه بعد عمليه الطهي مباشره شويه ملح وفلفل. جميع المعدات عندنا في مناطق الانتاج او في المطابخ بتبقى مبرمجه مسبقا لضمان ثبات اوقات الطهي ودرجات الحراره. واكيد عندنا برنامج صيانه دوري بيتم على كل المعدات في مناطق الانتاج علشان نضمن البرامج دي يتم تحقيقها بشكل سليم. بيتم التفتيش اليومي على زيت القلي عندنا لانه من المنتجات الحساسه، وبيتم تنقية القلايات والزيت اللي فيها مرة كل نص ساعة أو عند اللزوم، وده لضمان خلوها من أي شوائب أو فتافيت طعام ونقائها. وبيتم المراجعة المرئية على زيت القلي، وعندنا أدوات بنستخدمها في المراجعة المرئية على زيت القلي لضمان خلوه من أي شوائب ونقائه وصلاحيته. احنا بنتأكد من جودة البضاعة بتاعتنا قبل حتى ما بنستلمها. أثناء عملية الاستلام بنراجع على درجات حرارة العربيات اللي بتنقل لنا البضاعة ديت، وبنراجع على درجات حرارة المنتجات نفسها. وأي منتج غير مطابق للمواصفات بيتم رفضه ولا يسمح بدخوله المطعم إطلاقا.
بعد عملية الاستلام مباشرة البضاعة بتتخزن في مناطق التخزين الخاصة بيها. عندنا 3 مناطق تخزين رئيسية: الفريزر ده للمجمدات، والمبرد أو التلاجة، وغرفة التخزين الجافة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. بعد عملية الاستلام مباشرة بيتم تخزين البضائع كل حاجة في المكان المخصص ليها. غرفة التخزين الجافة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي بتبقى مخصصة للمنتجات المعبأة أو المنتجات الورقية وبعض أنواع الصوصات زي صوصات الآيس كريم وألعاب الهابي ميل. احنا دلوقتي واقفين في منطقة الفريزر والتلاجة. الفريزر بيتم حفظ فيه المنتجات اللي بتحتاج للحفظ في درجة حرارة منخفضة جدا زي اللحوم والفراخ والماك ناجتس، وبيتم توزيعها داخل الفريزر حسب حساسية كل منتج. أما التلاجة فبيتم حفظ فيها منتجات الخضروات والصوصات والجبن ومنتجات الألبان. وجميع طرق التخزين عندنا في المطعم بتخضع لقاعدة الوارد أولا خارج أولا. كمان احنا بنراجع كل يوم على تواريخ إنتاج وانتهاء كل المنتجات، وبنراجع أكتر من مرة في اليوم على درجات حرارة مناطق التخزين زي الفريزر والتلاجة. احنا بنوفر لموظفينا مستوى عالي جدا من التدريب لمعرفة مخاطر التلوث ومعرفة سلامة الغذاء وجودته، وبنثق جدا في طاقم العمل لدينا بالكامل، وكمان بنثق في جودة منتجاتنا لدرجة اننا المطعم الوحيد للوجبات السريعة في الشرق الأوسط اللي بيسمح للعملاء بالدخول في جولة مفتوحة داخل مناطق الإنتاج. شكرا لثقتكم.